5,442,209 عزيز وهلال احمد السيد احمد المصري بطل من ابطال فخر والكون. كنت معلم الاسلحه اللي هو 12 الفرقه السبعه. انا قالوا لي ان 5 دقايق، انا كنت اتوقع ان يكون 5 سنين عشان اتكلم عن البطولات كان العبور بتاعنا من منطقة الشلوفة اللي هي منطقة جناين السويس. بطولات القوات المسلحة بطولات كتير والله ما يكفيهم. هم قالوا لي 5 دقايق بس انا ممكن اقول 5 سنين ومش هيكفوني بقى. اول حاجة هقول لكم في اول لحظة في العبور كل الناس كانت مشتاقة ان هي تشوف المية، رغم انهم قالوا لنا ان في نبال موجود وشفناه على الطبيعة لما شغلته اسرائيل قبل الحرب بحوالي 6 شهور ولع كل القناة من فوق. ورغم كده فكان العبور، ومش عاوز اقول على الاعداد في العبور كان حاجة جميلة. انا عن نفسي رغم ان يعني الناس الموردين كان بالكتيبة ما عرفتش الا الساعة 1:30 و5 بدأت الطيارات تيجي الساعة 2 على مدى الشوط يمين وشمال. وهقول هنا نقطة مهمة جدا، هم قالوا لنا كل حاجة الا كلمة واحدة ما قالوهاش لينا، انتوا تقولوا ايه ساعة الهبور وانتوا داخلين. واقول لكم الكلمة جت ازاي. بصينا مسيحيين ومسلمين وانا كان جنب اللجان في القارب بتاعي، قلنا بصوت عالي كلنا من غير ما نتفق الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بدأنا في ناس بتقول ان ربنا ما كانش معانا في الحرب. هرد عليكم واقول لكم ربنا كان معانا في الحرب. اول شيء بان لينا ان احنا كنا قايلين في القوارب ان احنا نقوم بالترتيب عشان نوصل للناحية الثانية. القارب بتاعي والقارب اللي جنبي نسينا الترتيب ساعة المعركة، ومع ذلك القوارب وصلت للبر الشرقي. وصلت ازاي رغم المجرى المية بيمشي بالطول ما بيمشيش بالعرض. الحاجة الثانية احنا كنا في منطقة الحصار والمية ما كانش فيه مية عشان الجيش المصري يشرب، اللي هم الناس اللي كانوا في الحصار ل3 شهور. انا هقول الحاجة اللي شفتها وربنا حطها لنا. كان في جزمجي في السويس ومحله في بير صغير تحت الترابيزة بتاعته. الفتحة دي يعني البير الصغير ده شرب منه الجيش المصري في منطقة السويس لمدة 3 شهور لحد ما فك الحصار، ومع ذلك منسوب المية زي ما هي. الحاجة الثالثة اللي اقولها لكم عشان ربنا معانا، خرجوا الصواريخ اللي كانوا ملحقين علينا ضربوا بعد حساباتهم على هدف من الاهداف وضربوا والهدف اتدمر. بعد ما قاموا بمراجعة الاطلاق اللي تم وتصحيح الحسابات اتضح ان المفروض ان الهدف ما يدمرش، مفروض القذيفة تنزل قبلها او الصاروخ ب10 متر. ومع ذلك مين اللي وصل القذيفة عشان تفجر الهدف اللي احنا هنضربه؟ ومن يوم ما القائد كتب على الكتيبة وعلى جميع صواريخ الكتيبة ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. انا عن نفسي هتكلم الاول عن بطل من الحسينية. انا عارفه الحاج محمد ابو رشاد اللي كان شغال في النادي. انا
حصل بالظبط. اول واحد اتكلم على الثغرة وبلغ جميع القيادات في مصر الحاج محمد ابو رشاد، الله يرحمه. وهقول لكم ان انا كنت سبب في انقاذ حياته اثناء الحرب. جالنا ثلاث اشخاص جايين من ناحية اسرائيل، 2 لابسين عسكري وواحد لابس مدني، ده بدوي من الاعراب. وبعدين عمالين نضرب عليهم نار كتير ما ماتوش. فانا اتصلت قلت للرائد صلاح نصر، قلت له اوقف الضرب وناخدهم اسرى. فهو اخذوا مساحتي ووقفوا الضرب واسرى. اتصل بيا الرائد صلاح وقال لي ده فيهم واحد بيقول ان مش عسلية شرعية. قلت لهم الله يخرب بيت اليهود حتى عرفوا بلادنا وعرفوا اسامينا. وبعدين لما رحت هناك لقيت واحد دقنه طويلة خالص، يقول لي ازيك يا استاذ احمد؟ قلت له حتى انت عرفت اسمي؟ يعني اليهود وصلوا للدرجه دي؟ قال لي مش فاكر لما كنت بتطلب القهوه سكر زياده في النادي؟ قلت له محمد وخطه بالحضن. وكان اللقاء العظيم بيني وما بين النقيب بتاعه اللي هو قوة استطلاع، وهو اول واحد، وانا بقول شهاده قدام ربنا ان محمد ابو رشاد اول واحد من الحسينيه الشرعيه هو اللي بلغ بالاستطلاع في مصر المخابرات ان الثغره جايه في الطريق رغم وجود الاقمار الصناعيه. محمد ابو رشاد. هتكلم عن البطولات اللي تمت والناس اللي بتقول لك الجيش. احنا الوقت الساعه يعني بعد الساعه 6 بشويه، دلوقتي احنا في الاحتفال وعمالين نغني تسلم الايادي، وكل الجيش المصري في خدمات الوقت اسمه البرنج اللي هو من الساعه 6 للساعه 8، اللي هم حرصنا، اللي هم الوقت بيحموا عرضنا ويحموا دمنا ويحموا بيوتنا. قوات المسلحه واللي باقل قليل وبالامكانيات اللي كانت موجوده عملنا الانتصار الجميل. انتصار مش هقول لكم ايه ولا ايه، هقول لكم المقدم فايز اللي هو قائد صواريخ المولوتيكا اثناء المعركه وهو بيوجه رجاله لكنه قاعد بالظبط بيتفرج على ماتش. اتحرك يا ابراهيم، تعالى يا سعيد، تضرب دي تضرب دي. وفي اليوم ده كان استشهد مننا 6 من الكتيبه بتاعتنا، وربنا قدرني وربنا نور لي طريقي ان الدبابات المدمره نزل منها 6 من البشاه وانا معايا مدفع المكنه، ضربت عليهم والحمد لله موتت ال6 اللي كانوا بيركبوا دبابات تانية وعايزين يهربوا. عوضنا واخدت الطار نفس اللحظه اللي مات فيها ال6 الشهداء اللي هم في جنات النعيم ان شاء الله. اتكلم على مين؟ على الضابط وحيد اللي ساعة ما عرف الدبابات انفجرت نسى السلاح بتاعه وقال لي هروح اجيب له مقصر. وصرت انده عليه خد سلاحك معاك يا وحيد، قال لي مش واخد سلاح. وراح هناك وقال الله اكبر، والله لم ارى قوة سمع من يوم الفجر. قال صوت الضابط وحيد وهو يقول الله اكبر وجايبهم قدامه وهم فاتحين وحاطين ايديهم على الثغر. اقول ايه ولا ايه؟ يعني ابطال القوات المسلحه العظيمه ما بجاملهم، انا ابن من القوات المسلحه. حطينا الحرب. اقول لكم على حاجه جميله تاني، لما حصل بالثغره وبعدين الحزن ملانا شويه، لكن انا الحزن ما ملانيش. كنت بدندن بالليل في الختمه وبقول مصر لم تنم، مصر منهار شعبها العظيم من هزم. والله رغم اليهود كان على بعد 2 كيلو ونص متر، الا ان كل قوات الخدمات اللي موجوده في الضفه الشرقيه وهي عماله تقدم ورايا مصر لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم. لحد الان ما فيش، ما رجعناش ولا خطوه. دخلت 17 كيلو بمدفع المكن وقعت فيه مرتين وانا بعدي الخاتم الترابي. وكان من ضمن ابن عمي الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قال لي
لي نعمل ايدينا كباشات يا امباش احمد. قلت له كباشات يعني ايه يا مؤمن؟ قال لي ده كده وهناخد المجمع عشان نطلع فوق. طلعنا من المجمع رغم التعليمات، انما حبيت اطمن الناس اللي احنا وصلنا للضفة الشرقية. طيران جه الساعة 2 بالظبط، 2:05 صدرت التعليمات، قالوا ارفع الاوارق. دخلنا في الاوارق عاملين زي ماتش الكورة، ما هو كلنا ما عرفناش في وقت واحد، احنا تقسمنا على 3 دفعات. باقي الجماهير اللي هم العساكر زمايلي كان زي ماتش الكورة، يلا يا مضير، يلا يا دنيان، يلا يا احمد، يلا يا عبد النعيم، كانوا بيشجعونا لما وصلنا ده. سادة الترابي اقل حاجة 22 25 متر ومستقيم ما تعرفش تنزل منه، ومع ذلك الولاد في الصف اقول عليهم ايه؟ لو قلت القرود يبقى القرود هم اللي استخدموا الحركات بتاعتهم يتعلموها، وطلعوا استاذ الترابي ورفعنا العالم. بالحظ بتاعنا احنا الجيش الثالث الميداني عشان ظروف ظاهره ما ظهرش الابطال وجم في الاحتفال اللي هو كان بتاع الجيش الثاني وبتاع مصر. انا بقول لكم كل واحد كان موجود في الجيش المصري قبل بلاء حصل وقبل البطولات، والله لو انا صعبان عليا ان عمري كبر وان شاء الله يعني انا اقدر بيد الله كان نفسي احكي على البطولات. انا بدل ما كانوا هم قالوا لي 5 دقايق فانا بحسب انهم هيقولوا لي 5 سنين وافضل احكي مباشر على بطولات القوات المسلحه. كلنا دلوقتي في الاحتفال وهم واقفين على الحدود وبيحمونا وهيفضلوا يحمونا وليهم العقيده القتاليه. انا هقول لكم على شيء كمان، واحنا طالعين على العبور ادونا مذكره موجوده ومرفوعه مكتوب فيها 3 حاجات. هتقابلوا البدو بتوع القبائل في سينا، عاملوكم باحترام وادب واخلاق وساعدوهم. الحاجه الثانيه عامل الاسير زي ما بتقول القوانين الدوليه بالظبط. الحاجه الثالثه الناس اللي عاوزه تفتكر وتاخد بالها بالكلمه اللي بقولها لهم دي، قال لو قتلتوا الاعادي اللي هم اسرائيل ما تمثلوش بالبشر. انا قتلت ال6 وحطيت كرنيهاتهم جوه بيوتهم علشان برضه يعرفوا ان هم ماتوا. بطولات ايه ولا ايه؟ احكي لكم ايه؟ وعشان اترك الميكروفون للاحباب واعزائي الابطال اللي موجودين قدامي دلوقتي واللي ما جوش بظروف وفاتهم واللي بتشهدوا، انا عشان اديكم الكلام بعد كده بس كلمه يعني اخيره. انا بشكر الولاد الجدعان اللي اتصلوا بيا واتصلت كل الناس عشان يجوا، وعندهم ايه عمرهم كام؟ في ناس عمرها 30 و35 سنه ما حضروش الحرب لكن عرفوا ان جيش مصر هو الدرع والسند. وبقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وانا فخور ان جيت النهارده لسه عشان اقابلكم. كل سنه وانتم طيبين، وبرجو من الاخوه اللي هم المعدين يجيبوا بطل من ابطال اكتوبر الثاني ويقوم يقول لنا الكلمه الجميله. كله كلام جميل حتى لو كان الكلام ما فيهوش تنبيه او فيه نظام. شكرا. احمد المنير.